أهلا بيكم في بسيطة، والحلقة دي هنتكلم عن القنابل النووية. اعمل لايك واشتراك وما تنساش تصلي على النبي، ويلا نبدأ. لو قلنا ايه هو أخطر سلاح في العالم فأكيد القنابل النووية هتكون على رأس القايمة دي. بس ايه اللي بيميزها عن باقي الأسلحة؟ ليه بمجرد ذكرها العالم كله بيخاف؟ عشان نفهم السر ده لازم نعرف الأول القنابل النووية دي بتشتغل ازاي أصلا، ومن هنا نبدأ نفهم سر قوتها المرعبة. القنابل النووية بتشتغل بحاجة اسمها الانشطار النووي، وده بكل بساطة إنك تجيب ذرة تقيلة كده وحلوة ومش مستقرة، زي ذرة اليورانيوم 235 أو البلوتونيوم 239، ونقسمها نصين. وعشان نقسمها هنضربها بنيوترون بطيء، فيخرج من الانشطار ده ذرتين أخف ومستقرين أكتر، ومعاهم كمان 3 نيوترونات تانيين. يعني انت كده أول خطوة إنك تجيب ذرة يورانيوم وتقسمها بالنص عن طريق النيوترون. ولحد هنا انت كده عملت تفاعل الانشطار، اول خطوة في القنبلة النووية، وخرجت طاقة كمان. بس الطاقة اللي طلعت دي تعتبر لسه قليلة جدا عشان تعمل انفجار. انت محتاج ذرات اكتر بكتير عشان القنبلة تنفجر ويطلع منها طاقة كافية انها تدمر مدن بالكامل. وهنا بقى يجي دور الثلاث نيوترونات اللي طلعوا من تفاعل الانشطار، واللي هيبدأ من عندهم تفاعل الانفجار. لأننا لو جبنا ذرات تانية حطيناها ورا الذرة الأولى، النيوترونات اللي خرجت من التفاعل الأول هتخبط في الذرات اللي وراها، فهينشطروا أو هيتقسموا، فالتفاعل يدينا ذرتين وثلاث نيوترونات، فالنيوترونات تخبط في اللي وراها فيتقسموا، وتفضل بقى على كده مع باقي الذرات كلها. ومع كل الانشطار ده في طاقة طبعا بتطلع، وده اللي بيتعرف باسم التفاعل المتسلسل. يعني العملية دي هتفضل شغالة لحد القنبلة ما توصل لحاجة اسمها الكتلة الحرجة، ودي النقطة اللي بتنفجر عندها القنبلة. طب يا عم ما الموضوع سهل اهو. طب هل كده بقى انا اروح اجيب نص كيلو يورانيوم من عند العطار مثلا واجي اعمل بيه قنبله نوويه واهدد بها جاري اللي انا مش طايقه؟ في الحقيقه الموضوع مش بالبساطه دي. اولا مش اي نوع يورانيوم بينفع في تصنيع القنبله. النوع اللي انت محتاجه هو اليورانيوم 35، واللي نسبته حوالي 7% من اليورانيوم عامة. وده للأسف الشديد مش هتلاقيه عند العطار. ده انت لو حتى افترضنا اللي انت عرفت تجيبه، فانت هتحتاج تخصبه عشان تعلي نسبته وتعرف تستخدمه بعد كده، والتخصيب ده لوحده ليلة كبيرة ومش مسموح بيه أصلا. طب هل بقى القنابل النووية دي مستاهلة القلق ده كله؟ يعني بلوتونيوم وتخصيب ويورانيوم وليلة كبيرة. طب ما مالها القنابل والصواريخ العادية؟ تعال أقول لك على أشهر قنبلتين في التاريخ والأضرار اللي اتسببت فيها. قنبلة الليتل بوي اللي اترمت على مدينة هيروشيما سنة 1945 كانت شايلة حوالي 60 كيلو يورانيوم، وقوتها التدميرية كانت بتعادل حوالي 15 ألف طن ديناميت. وخد عندك كمان القنبلة التانية، قنبلة الفاتمان، بس دي بقى كانت شايلة بلوتونيوم، وكانت قوتها حوالي 21 ألف طن ديناميت. ده غير بقى الآثار بتاعتها زي الإشعاع اللي عمل بلاوي وتسبب في وفاة اللي نجا من الانفجار نفسه. ولو الأرقام دي مش عاجباك فأحب أقولك إن دول كانوا من أوائل القنابل النووية في التاريخ. وموضوع الانشطار ده أصلا يعتبر قديم في القنابل النووية. دلوقتي في قنابل هيدروجينية اللي هي القنابل الاندماجية، واللي قوتها بتوصل لواحد ميجا طن ديناميت، ده اللي هو يعتبر 66 ضعف قوة الليتل بوي اللي أبادت مدينة كاملة. وفي النهاية القنابل النووية مش مجرد سلاح، دي رسالة مرعبة بتقول إن الإنسان بقى عنده القدرة إنه يدمر نفسه بدوسة زرار. لأن ضحية الانفجار مش بس اللي ماتوا، دي أجيال شالت آثار الإشعاع من غير ما تشوف الحرب أساسا. وده اللي يخليك تسأل نفسك سؤال: هو إحنا فعلا بنتأدي ولا بنجهز لنهاية مش هنلحق حتى نعتذر عنها؟ وبس كده، بسيطة. اعمل لايك واشتراك واكتب لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش تصلي على النبي وتدعي لإخواتنا ربنا ينصرهم ويفرج عنهم.